السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندك بقى فراخ وزهقنا من الطرق التقليدية للفراخ، السلق بقى والتحمير والجو ده كله، عايزين نعمل وجبة سريعة وبجد غدا الحلة الواحدة. هنعمل النهاردة مع بعض كبسة الفراخ بطريقتي وعلى طريقتي. عايزة اقول لكم بجد تحفة جدا. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت لو عجبك الفيديو لايك وشير وتدعميني وتنوريني في القناة باشتراكك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل وصفة جديدة أنا بنزلها. وكنتم معايا طبعا ابتسام الجبالي، معاكم ابتسام الجبالي، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم. بصوا بقى، هنقدم النهاردة طريقة كبسة الفراخ على طريقتي. هنعرف مع بعض سر لون الفراخ المميز ده، وهنقدمها كده بقى. بصوا بقى مع صوص التومية السريع ده. بصوا حاجة كده روعة جدا. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده طبعا عايزه اقول لكم ان انا بقدم لكم الفيديو وانا عند والدتي. يلا نعمل مع بعض بقى. حطيت هنا معلقه كبيره من السمنه، وكمان نزلت بحبه كده من الزيت، وهننزل بالتوابل الصحيحه معانا. نزلت كده بعود قرفه وكام فص قرنفل، كده حوالي 4 فصوص من القرنفل، وحبهان ورق لورا لو عندك. انا ما كانش عندي فحطيت مطحون. وكمان حطيت معايا فصين من المستكه. هنزل بقى معايا اول حاجه بدي الفراخ، انزل بالفراخ اديها صدمه كده من الوش ده والوش ده. على فكره يا بنات، الوراك دي انا متبلاها دايما، بشيلها متبله ببصله وملح وفلفل اسود. بس كده بتبقى جميله جدا، وبشيلها كده تستخدميها في اي وصفه تحبيها. ونزلت كمان بليمون مجفف، وده اختياري. التوابل يا جماعه لما بتنزل كده في الاول مع السمنه وتاخد تحميصه كده، بتديكي ريحه تحفه جدا زي ما احنا شايفين اهو. عايزه اقول لكم بقى النهارده بقى مين. عايزه اقول لكم ان انا طبعا بعمل الاكل وانا عند والدتي، وهي كان نفسها في الكبسه جدا من ايدي. ف... فقلت لها ازاي، خلاص هعملها معاكي، وقلت كمان اشارككم معايا ونصورها مع بعض. زي ما احنا شايفين هنا، انا نزلت هنا وانتي لما عايزه تنزلي باي كميه حطيت برص الفراخ فوق بعضها اللي بتاخد صدمه من الوش ده والوش ده. وبعد كده بحط بقيه الكميه معايا كلها تاخد صدمه. نزلت دلوقتي ببصلايه مفرومه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. عايزه اقول لك بقى جربيها بطريقتي بجد مش هتندمي، روعه جدا. وهنزل كمان دلوقتي بطماطمتين يكون مضروبين في الخلاط، او ممكن تقطعيهم قطع صغيره خالص، مفيش مشكله خالص. انا ضربتهم في الكبه من بدون اي ميه خالص، ضربتهم في كبه بيوريه، وهحطهم دلوقتي معاكم حالا. بس ناخد بس تشويحه كده وخلاص. مش عايزه اقول لكم على الريحه اهو، زي ما قلت لكم طماطميتين بالظبط. ضربتهم في الكبه بدون اي ميه خالص، او مبشوره مفيش مشكله خالص. وفي ممكن يقطعوا الطماطم قطع صغيره حسب رغبتك. بعد هنا هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا كده. انا نزلت هنا بحب يعني ورق لورا، وكمان مكعب من المرقه اختياري. وهنزل كمان بفلفل اسود، اهو مكعب من المرقه اهو اختياري يا بنات، مفيش مشكله خالص. وتنزلي بقى بالبهارات بتاعتك كلها، بهارات الكبسه. انا هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. معلقه كبيره بقى من بهارات الكبسه. وهنزل كده معلقه صغيره من السكر، بتساعدني كمان، بتدي طعم مميز جدا وتدي طعم حلو قوي. زي ما احنا شايفين هنا، نص معلقه صغيره من الكاري، وكمان هنزل بالكركم. يعني حوالي برضو معلقه صغيره كده. ونزلت كمان برشه بسيطه من الزعفران، بودره الزعفران. ما عندكيش مفيش مشكله خالص، الكركم يعني الكركم هيقوم بالبديل، مفيش مشكله. نشوح بقى كده كله مع بعض. انزل بقى بالميه المغليه. شايفين بقى كده اهو. انا على فكره ما حطيتش ملح دلوقتي خالص، الملح هحطه في الاخر. ننزل بقى بالميه المغليه، وهنسيب بقى الفراخ بتاعتنا تستوي على نار هاديه كده. واول ما تستوي هنرجع مع بعض تاني. هنا نغطي الفراخ، هغطي الحله بتاعتي واوطي عليها. وبعد كده خلاص انا كده الفراخ بتاعتي داخله على سوا. هنزل بقى هدوقها كده واظبط الملح بتاعها، فهحط لقيتها عايزه شويه ملح، فهحط مع الملح بتاعي. بس كده. هنا بقى يا بنات كانت الفراخ استوت معايا سوا تام. انا طبعا هحطها في صينيه كده في الجنب، علشان انا هعمل الرز
عشان بدل ما انا احط الفراخ كلها على بعض واجي اقلب الرز يتكسر مني او الفراخ تتهري مني، فانا فضلت ان انا احطها. هنعمل خطوه مع بعضين ونحطها تحت الشوايه. طبعا انا هنا غسلت الرز البسمتي بتاعي، وما بنقعوش يا بنات، انا ما بنقعش الرز البسمتي، انا غسلته وهنزل بيه على طول. طبعا لو انت حابه ان انت تضيفي لكل كوبايه رز بسمتي كوبايه ونص من الميه، او كوبايه ونص من المرقه. فطبعا احنا هنا عندنا المرقه بتاعتنا بتاعت الفراخ، مش عايزه اقول لكم على طعم وريحه التوابل فظيعه بجد، تحفه جدا. اهو انا كده تمام زي الفل. هنسيب طبعا الرز بتاعنا لغايه ما يتشرب نهائي، وبعد كده نوطي عليه النار خالص او تحطي له الشياطه، وبعد كده خلاص اول ما ينضج تماما يلا بقى نشوف بينا نعمل الفراخ. وهنعمل كده حاجه كده بسيطه للفراخ ولونها وسر لونها المميز اللي شفناه مع بعض في اول الفيديو. هنا جبت رشه بسيطه من بودره الزعفران مع رشه فلفل اسود ورشه ملح، وكمان حوالي كده معلقتين من الزيت. ندوبهم كده مع بعض وندهن بيهم وش الفراخ، وبعد كده هندخل الفراخ دي تحت الشوايه يا دوبك تاخد اللون اللي انتوا شفتوه معانا ده، وبعد كده نخرجها كده على طول وخلاص كده. عايزه اقول لك كمان على الصوص الطوبيه السريع ده، انا بعمله بالمايونيز والزبادي، هكتب لكم برده طريقته في صندوق الوصف. اللي ما يعرفش صندوق الوصف يا بنات، هندوس بس على العنوان هيطلع لك على طول المقادير مكتوبه. وهنا الرز بتاعي بعد ما اتشرب انا هوطي بقى عليه النار كده، بقول لكم ان انا وطيت عليه النار وخلاص كده لحد ما يستوي. وبس كده، شايفين السهولة والجمال؟ هنا كان الرز بصوا مفلفل وتحفة، ولا معجن ولا الحباية ولا مكسرة ولا أي حاجة. هنا بقى بعد ما الفراخ طلعت معايا، شايفين لون الفراخ التحفة، واخد لون تحفة جدا. بس كده هنغرف بقى الطبق بتاعنا، وزي ما احنا شايفين غرفت طبعا الرز الأول، وبعد كده حطيت الفراخ على الوش زي ما احنا شايفين بالطريقة الحلوة دي، وتحفة جدا والف هنا وشفا. قدمتها بقى مع سلطة، وممكن تقدميها مع الدقوسية اللي هي سلطة الدقوسية، وكمان ممكن تقدميها مع سلطة خضراء، واكل زي الفل. اتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم، وطبعا لو في اي اراء ليكم اتمنى ان انتوا تقولها لي في الكومنتات، بتسعدني جدا كومنتاتكم. واتمنى ان انتوا تدعموني بالشير وباللايك. ولو انت لسه مش اشتركتيش في القناه، انزلي حالا ادعميني بالاشتراك ونوريني باشتراكك في القناه، ويا ريت ندوس على زر الجرس عشان يوصلك كل وصفه جديده انا بنزلها. واشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده، وكنتم مع ابتسام الجبالي. السلام عليكم ورحمه الله.